اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا معايا النهاردة اقول لكم انا عملت ايه. عملت جيلي. طب ما احنا كلنا بنعرف نعمل جيلي. لا تعالوا الجيلي اقول لكم فوائده في الشتاء بيعمل ايه. الجيلي جميل جدا جدا للستات وللرجال والاطفال الكبار والصغار. طبعا احنا في الشتاء بيبقى عندنا رطوبة جامدة، حتى لما نيجي نمسك المية بنتكهرب من قوة البرودة بتاعتها، وبالذات السنة دي الدنيا ساقعة أكتر من المعتاد. فاحنا هنعمل معاكم الجيلي بطريقة تخليه يقوي جسمك ويخليه حديد. يلا بينا نجيب الجيلي بتاعنا، وهعمل نفس الكمية اللي أنا قايلة لكم عليها دي. ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة كده جبت الصينية، حطيت فيها البولات بتاعتي، في بعضهم عملته بالموز وبعضه عملته من غير موز. هنردي جميع الأطراف الموجودين معانا. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف هنعمل فيها ايه. أولا هنحط المية. قبل ما نحط المية حطي طبعا مية مغلية، وحطي في المية المغلية دي حوالي 4 معالق سكر كبار. ليه؟ عشان خاطر تبقي عليتي السكريات في الجسم، تدي للأطفال اللي بيذاكروا طاقة والناس الكبار. ماشي. ويلا بينا نحط بواكي الجيلي. بواكي الجيلي دي قد ايه؟ هنحطه 3 على الكمية اللي انتوا شايفينها دي. هنحطه 3. انتوا شايفين، وتفضلي بقى تقلبوه كويس قوي. انا عايزاكوا تقلبوه جدا، ما تخلوش اي فتفوتة في القعر بتاعه. خليكم ماشيين كده معانا. طبعا انا حطيت 3 بواكي على الكمية دي. ليه بقى؟ علشان خاطر الكمية دي هنعمل منها الجيلي بتاعنا يبقى تقيل. وبعدين جبت ازازة صغيرة خالص مية ساقعة، كنت حطاها في قلب الفريزر، طلعتها حطيتها عليه وقلبتها. ماشي، خلاص كده احنا جهزناه. نبدأ بقى نحط على الموز ونحط الفاضي زي ما انتوا شايفين كده، خطوة خطوة معانا. الجيلي بتاعنا ده هيبقى تقيل جدا. احنا عظمنا محتاج كولاجين، لان الكولاجين بيخلي المفاصل تبقى كويسة ويديكي طاقة ويديكي حيوية وتعرفي تتحركي كويس. الكولاجين موجود في الجيلي. ايوه، الكولاجين موجود في الجيلي بكمية كبيرة جدا، يديكي طاقة يديكي حيوية، يخلي جسمك وعظمك زي الحديد. عشان كده احنا عملنا الجيلي بتاعنا تقيل. هنتنه بقى ماشيين مع بعض كده لغاية ما ايه نملاه. وما تنسوش ان الجيلي مفيد للأطفال والكبار والصغار والناس اللي عندها روماتيد او عندها روماتيزم. جميل جدا، يعني اهتموا بأهاليكم واعملوا لكم بماما ببابا بولادنا بعيالنا بكل الأسرة كاملة. مفيد لجميع الأعمار. غير إنه هو بينعش الجسم. بيبقى بارد، بيبقى بارد، بس بيديكي إنعاش للأجهزة الداخلية. الإنعاش ده بيخليكي تبقي مصحصحة. البرودة بتاعته تضرب في المخ مع البرودة اللي احنا شايفينها بره، هتلاقي جسمك يتعود على الجو البارد بره. ولما تيجي تطلعي سلم او تعملي اي حركة هتلاقي مفاصلك جميلة جدا، بتتحرك بطريقة رهيبة. وده كلامي؟ لا، كلام الدكاترة، دكاترة الروماتيزم والروماتايد. وكمان رهيب جدا ومفيد.